لا تسأل الطيور التي غادرت أوطانها، بل اسألوا الظروف التي أجبرتها على الرحيل. فشكون هاد الأشخاص اللي فرحنا من المغرب كامل؟ فكيفاش هاد القصة الهوليودية بين مول الكحل ومول الأحمر اللي كتعتبر حاليا أحسن ستة في المغرب؟ فشنو القصة الحقيقية لهاد الأشخاص؟ واش وصلوا فعلا للديار الأوروبية؟ كلشي هنا بالتفصيل. وجد راسك المغرب السرعتين. لقطة ولحظة جريئة اختلطت بين دموع الفرح وبكاء المغاربة. واش يفرحوا لهاد الشخص حيت ضمن المستقبل ديالو، ولا يبكيو عليه حيت غادر الوطن ديالو؟ المغاربة حاليا كاملين كيشكروا مول الكحل حيت جار معاه مول الاحمر ونقذ المستقبل ديالو. ولكن الصراحه ماشي هاد اللقطه هي اللي مثيره للاهتمام، انما نقذ شخص هارب من الوطن ديالو للموت، الوطن اللي فيه الام ديالو، فيه خوتو، فيه حبابو. هاد الشخص اللي كان الموت فعلا شيء عادي في حقه في هاد اللحظه، في حالات الا ما ركبش في الفونطوم. فركز معايا مزيان في اللقطه، الا شفتي مزيان ان مول الاحمر كان شادو الكوروندير وكيرجعوا اللور. يعني مول الاحمر ما بقاش قادر انه يتحكم في المسار ديالو، وما بقاش انه قادر حتى يقاوم الى لاحظتي راه بدا يعيا. زيد عليها انه لابس حوايجو، وملي كتكون لابس حوايجك في الجهد كيكون مضاعف والجسم كيتقال. وفي هذه اللقطه بالضبط كانت ان امكانيه مول الاحمر يتضرب مع الفونطوم، والا ما تضربش مع الفونطوم كان غادي يتضرب مع لاليس. وهاد لاليس هي الفرفاره ديال المحرك اللي كتدور بسرعه كبيره، وفي حالات قدر الله قص اي جزء من الانسان كيتم تشتيت هذا الجزء. مول الاحمر كان في مسار لاليس مباشره، يعني الموت المحقق. فلذلك مول الكحل يستحق اكثر من التصفيق واكثر من الشكر، لانه ما نقذش مستقبل شخص، انما نقذ شخص في حد ذاته. في اللحظه اللي المغرب كامل كيصفق لمول الكحل حيت نقذ شخص ونقذ المستقبل ديالو، في نفس اللحظه بان وجه اخر للمغرب. وهنا تطرح السؤال عند البعض: واش يرضيكم انكم تشوفوا بحال هذه المشاهد؟ وهذا تعليق على لسان مواطن مغربي شاب. بقى فيا الحال بزاف، ماشي بغيت نكون في بلاصتهم، لا، ما بغاوش دموعي يوقفوا لي. شفت ولد بلادي غامر بحياته ويكابر وكانه في يوم القيامه، ويخفي في صدره الف قصه وقصه. ترى ما الذي دفعه ليجازف هكذا، تاركا خلفه امه واخاه واخته وصديقه؟ تخيلت خويا عبد الباري ولا عاطف ولا محمد وكمل. واش هذه ماشي بلادنا؟ واش ماشي حنا المرابطين؟ واش ماشي حنا الادارسه والشرفاء؟ واش ماشي حنا اللي جدادنا بناو البلاد؟ واش ماشي وليداتنا هادو؟ الف سؤال ما لقيت ليه جواب. وبهذه العباره ختم التعليق ديالو: ربي عجل باليوم الموعود. فشنو احساسك اذا كان واحد من ولادك هادو؟ واش غادي تفرح حيت ولدك ضمن المستقبل ديالو، ولا غادي تبكي حيت ما عرفتش شحال باقي لك في العمر ديالك واش تشوفه ولا لا؟ ولكن السؤال اللي كتطرح: علاش فضلوا يغادروا الوطن ديالهم؟ بغيت رايك في التعليق. انا من صغري وانا ضد هذه الفكره، ولكن ملي كيبلغ السيل الزبا فهنا كيبقى راي اخر. غادرت ارضي وقلبي فيها معلق، لكن دمعي فضح الشوق والحنين. لا تسأل الطيور التي غادرت اوطانها، بل اسأل الظروف التي اجبرتها على الرحيل. بغيت رايك في التعليق، وما تنساش اعجاب ومتابعه، بغينا بحال هذا الشيء يوصل.